السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة، وتحياتي لكم جميعا. جريمة بشعة ووحشية يرتكبها ابن الفنانة المغربية المشهورة عزيزة ملاك، حيث قام بقتل عشيقته في الحي المحمدي في الدار البيضاء، حيث قام بأخذ عشيقته بالقوة من الصالون الحلاقة المتواجدة به، حيث أخذها إلى شقته في الحي المحمدي، ثم قام بضربها ضربا مبرحا، ثم قام بإلقائها إلى الشارع مصابة بجروح خطيرة، وكانت تنزف من ركبتها، ثم نقلت إلى المستشفى لكنها توفيت بسبب إصابتها بجروح حرجة. طبعا الشابة بالثلاثين من عمرها، وهي عشيقة ابن الفنان عزيزة ملاك. الشرطة المغربية والأجهزة الأمنية المغربية ألقت القبض على ابن الفنانة المشهورة، وما زالت التحقيقات جارية حول هذه الجريمة البشعة، حيث قام بالاعتداء على عشيقته بالضرب المبرح الذي أفضى إلى الموت. ما زالت التحقيقات جارية حول هذه الجريمة البشعة، وأيضا جثة هذه الشابة تخضع إلى الطب الشرعي والتشريح. هناك غضب كبير في الشارع المغربي وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بأقصى العقوبة اتجاه ابن الفنان عزيز ملاك، حيث قالت بعض المصادر بأنه ابن الفنان عزيز ملاك مدمن مخدرات ويتعاطى المخدرات. رحم الله الشابة. أعطونا آراءكم أعزائي بالتعليقات. وصلنا أعزائي لنهاية الفيديو. لما اشترك في القناة يشترك وفعل جرس التنبيهات يصلكم الأخبار والإشعارات أولا بأول. ما تنسوا تعطونا أحلى لايك، تكتبوا لنا أحلى كومنت، شو هذا الفيديو في كل مكان ليصل لأكبر عدد من المتابعين. وتابعوني عبر حسابي الرسمي على الانستغرام وعلى تويتر، راح أظهر أمامكم على الشاشة الآن. هلأ سلامات، أحلى متابعين.